الآن جاء دور مسك الختام. مسك الختام شاعر اسمه كلقد علي بن الحسين السجاد، عندما يكتب الشعر بأمجاد، وقلمه في محرم قد أعلن الحداد، وفي أبياته يرتدي السواد لكي يكتب عن حزن وسواد الطف. الشاعر المبدع سجاد بن تولي، استقبلوه بالصلاة على محمد وآله. صل على محمد وآل محمد. أراد القاسم الالتحاق بقافلة الشهداء، فرفض عمه الحسين ورجع إلى أمه باكيا. قالت له أمه: هل أنت خائف من الحرب؟ قال: لا، إن عم الحسين لم يأذن لي. فلسان حاله تقول له: يا ابو الأكبر، يا ابو الأكبر، ابنك شفته صغير ما سمحت يروح يبرز للقتال. انا لبست الدرع وهدوم ابوه وسيفه بيده متاني بس كلمة تعال. يا ابو الأكبر، ابنك شفته صغير ما سمحت يروح يبرز للقتال. انا لبست الهدوم ودرع ابوه وسيفه بيده متاني بس كلمة تعال. ابن صح متعب ابوه، ابن صح متعب ابوه يكرم ضيوف، خليه يكرم سيفه برقاب الرجال. ابن صح متعب ابوه يكرم ضيوف، خليه يكرم سيفه برقاب الرجال. ابن عمره ما ضايق حلو من عمره يوم يذوق قهوه من كبر فور دلال. جاءت ليلى تعاتب رملة أم القاسم تقول لها: لا زال صغير على الحرب. قالت لها: موش صغير، ذبته ونظرته وكلماته مال كبار. حي الله الحسن سوبني كل شحار. مش صغير، ذبته ونظرته وكلماته مال كبار. حي الله الحسن سوبني كل شحار. طلع من المخيم وانا عاين بيه خافا جسمه حامي وهدمه يلقف نار. قلت له: شبيك تلحق على الحرب يا حيد؟ انا الطلاب قال له: رايح اخذ ثار. قلت له: ابني يريدك مثل ابن عمك علي الاكبر. يقول لي: منه ابن جغار. قلت له: بواهس على الجيش من تدخل؟ واهس جدي. قال لي: ومعجب بكرار.